مع الاسف يا اخوان، كل اللي قالوا ايلي تابوري حيلعب السنه دي اقول لك انا اسف، ايلي تابوري ما حيلعب السنه دي لانه اخوه حيلعب. طيب ابو الدغس، ايش الهرجه يعني؟ اخوه بيلعب، ايش دخله هو؟ شكلك تكذب علينا، انت بتكذب، انت كذاب، انت بتكذب علينا. امزح يا اخوان. الان حقول لكم ليش الاخوان ما يلعبوا في نفس الوقت. الان اخو ايلي تابوري الكسندر تابوري حيلعب يوم 22 نوفمبر. الشيء اللي وضحوه الاخوين من زمان مو الان، قال لما واحد فينا يكون عنده قتال الثاني مستحيل يقاتل لا في نفس الوقت ولا بعدها بشوي. ليش يا خوي؟ لانه الاثنين دول لما واحد فيهم يلعب قتال الاخ الثاني يساعد اخوه يحضر للقتال ويكون مندمج معاه طول الوقت، وما همه لا قص وزن ولا شيء، فهمه الوحيد تحضير اخوه للقتال. لكن انا عندي نظريه حاب اشاركها معاكم. التوقع هو ان يلعب ارمان ضد جاستن جيتشي، وبادي يلعب بداية السنة الجديدة مع إيليا تابوريا. فعندنا أرمان يا حيصرفوه بجاستن جيتشي وحيجلد جاستن جيتشي وحيقعد يستنى إيليا تابوريا يفوز على بادي، وإيليا تابوريا يفوز على بادي ممكن ويقابل أرمان، وهنا القتال اللي كلنا نبغاه. أو إيليا تابوريا يسحب برضو على أرمان ويستنى إسلام ينزل من تحت ويتجالد مع إسلام والسوبر. طبعا هذه كلها توقعات، يمكن ولا شيء من الكلام هذا حيصير، لكن أنا أقول لك توقع. زبدة الموضوع انه الاخوين دول الله لا يوفقهم مره قوية. فولو لايك اذا حاب تعرف كل جديد، فعل المقتل. السلام عليكم.